كنت قاعدة كده ففكرت هو احنا ازاي ممكن نكون بنقرأ سورة الفاتحة 17 مرة يوميا في الفروض، واحنا اصلا مش عارفين يعني ايه سورة الفاتحة ولا نعرف كلماتها ومعناها. النهاردة هقول لكم شوية معلومات عن سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي سورة مكية، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي. هل فكرت قبل كده هي ليه سورة الفاتحة اتسمت بالاسم ده؟ اتسمت الفاتحة ليه الفاتحة؟ الفاتحة لأن هي بداية الكتاب، حتى لما بتيجي تمسك كده القرآن وتقرأ أول حاجة فيه هتلاقيها هي سورة الفاتحة، هي بداية المصحف أصلا، بداية الكتاب، فعشان كده اسمها سورة الفاتحة، دي بداية المصحف. ومن ضمن أسماء سورة الفاتحة، أيوة هي ليها شوية أسماء كمان، أم القرآن. أم القرآن لأن هي بتشتمل على الموضوعات دي بتتكلم في التوحيد وفي العبادة. كمان من ضمن أسماء سورة الفاتحة 7 المثاني. يعني إيه 7 المثاني؟ عرفنا كمان إن هي أعظم سورة في القرآن، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 من المثاني اللي هم 7 آيات بتوع سورة الفاتحة. المثاني من كتر ما هي كان فيها ثناء على ربنا، فيها شكر، فيها مدح لله سبحانه وتعالى. هنا عرفنا اللي هي 7 المثاني والقرآن العظيم، يعني كأن كده سورة الفاتحة في جانب والقرآن كله في جانب تاني. أول آية في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. هي آية، هي مش بس إن احنا بنقولها بسم الله كده زي أي سورة، لا ده هي هنا آية من ضمن آيات سورة الفاتحة. بسم الله، بسم الله إن أنا بستعين بربنا على القراءة، أصلا على قراءة القرآن. حتى هنا إحنا بناخد البركة والاستعانة في أي شيء، لازم نقول بسم الله قبل أي حاجة. حتى لو أنا بعمل أكل، حتى لو أنا بذاكر، حتى لو أنا بعمل أي حاجة بقول قبلها بسم الله. هنا بستعين ببركة ربنا سبحانه وتعالى. وكمان لازم نعرف إن البسملة أصلا فيها 3 أسماء من أسماء ربنا سبحانه وتعالى: الله، الرحمن، الرحيم. الله ده بيطلق على ربنا بس، يعني ما فيش اي حاجة ممكن نقول عليها الله غير هو ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة الرحمن. الرحمن يعني صاحب الرحمة الواسعة. تالت حاجة الرحيم، يعني صاحب الرحمة الواصلة، يرحم يعني برحمته من يشاء من عباده. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ده شكر، ده ثناء لربنا سبحانه وتعالى. بحمد ربنا يعني بشكره على كل النعم اللي اداهالي، هو رب كل شيء، رب العالم كله. الرحمن الرحيم ده برضو ثناء على ربنا، ان انا بذكر من اسماء ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يعني هنا ده تمجيد لربنا سبحانه وتعالى انه بيملك كل شيء، حتى يوم الدين اللي هو يوم القيامة. يوم الدين ربنا ملكه، ايوه ربنا مالك كل شيء، سواء دلوقتي زي ما احنا في الدنيا دلوقتي وعايشين فهو مالكنا ومالك كل شيء وخالق كل شيء، حتى يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ملكه، مالك اليوم ده. اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد ان احنا بنعبدك انت، الطاعة ليك يا رب، يعني صلاتي دي ليك انت بس فقط، ما بشركش معاك حد تاني. واياك نستعين. نستعين يعني نطلب العون من ربنا سبحانه وتعالى انه يعيننا على الطاعة اللي احنا بنعملها، ان هي تكون في سبيله، لان ممكن الطاعة بعد ما انا اعملها في الاخر ما تكونش في سبيل ربنا، مع انها شيء كويس، بس نيتي تتغير، تبقى للناس، تبقى للرياء، تبقى لأي حاجة تانية غير طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فانا هنا بطلب العون من ربنا. اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا يعني ارشدنا، وصلنا الى الطريق الصحيح، الطريق الواضح اللي ما فيهوش اي اعوجاج، اللي ما فيهوش اي حاجة ممكن تخليني طاعتي دي ما تكونش في سبيلك يا رب. لا، ارشدني للطريق الصح اللي دايما لما اكون ماشي عليه هوصلك بالطريق الصحيح، بالطريقة الصحيحة اللي ممكن تدخلني جنتك. فانا كده بطلب من ربنا يهديني، يعني يرشدني للطريق الصح. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني إيه؟ يعني ارشدني للطريق اللي أرشدت بيه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اجعلني أي شيء منهم يا رب، خليني في طاعتك، خليني زي ما هم وصلوا لك، وصلني بالطريق اللي هم مشيوا عليه. ما تجعلنيش مع الناس المغضوب عليهم، ما تجعلنيش مع الناس اللي هم الضالين، اللي هم عرفوا الحق لكن أعرضوا عنه واتبعوا الطريق الطريق الضلال. بس كده، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وعرفتوا شوية حاجات بسيطة عن سورة الفاتحة. السلام عليكم.